فيلمنا النهاردة بيتكلم عن المشاعر جوه دماغ بنت صغيرة عندهم قدرات خاصة ومختلفة ولازم يقاتلوا علشان ينقذوا عقلها من التدمير الكامل. النهاردة هنلخص فيلم انسايد اوت من سنة 2015. جوه دماغ طفلة بيكون في بنت شبه الجنيات وبتبص على لوحة قدامها وبتلمس لوحة الكنترول دي وبتخلي الطفلة تضحك. فجأة بتظهر كرة ضوء وبتطلع من الشاشة بتدفعها من خلال شوية تروس، وده بيشغل النظام وبيخلي الطفلة تضحك أكتر. كمان بيكون في مشاعر زرقاء اسمها الحزن بتيجي وبتتدخل وبتخلي الطفلة تحزن. المكان ده هو جزء من عقل رايلي أندرسون، والفرح واحدة من المشاعر اللي بتتحكم في رايلي. بعد ما الطفلة دي بتكبر الكنترول بيتطور أكتر والخوف بيظهر عشان يساعد في التحكم وبيمنع الطفلة الصغيرة إنها تعرض نفسها لمواقف خطيرة وتتأذي. لما رايلي بتحاول تاكل الاشمئزاز بيظهر وبيمنع الطفلة انها تاكل البروكلي، فبتقوم وبترمي كل الاكل في وش ابوها. مشاعر زي الغضب بتتحكم وبتخلي رايلي الصغيرة تدخل في نوبة غضب لما تكتشف انها مش هتاخد الحلويات. من ناحية تانية بيل أندرسون اللي هو ابو رايلي بيستخدم معلقة الطيارة عشان يهدي بنته ويخليها تاكل الخضار. رايلي عندها ذكريات كتير سعيدة، واحدة من احسنها كانت لما جابت اول هدف ليها في هوكي الجليد. جوه دماغ رايلي ممكن يتخلق جانب جديد من شخصيتها من خلال كل ذكر، وبكده جزر الهوكي، الضحك، الصداقة والصدق والعيلة اتعملوا بسبب ذكريات رايلي. عندها بيت حلو وصحاب كتير، لكن بتضطر تسيب كل ده لما أهلها بينقلوا البيت جديد في سان فرانسيسكو. رايلي بتتصدم لما بتشوف بيتها الجديد لأول مرة علشان المكان بيكون شكله مرعب وفيه حتى حيوانات ميتة. كل المشاعر بتبدأ تتحكم في نفس الوقت، والفرح بتحاول تسيطر على غرفة التحكم. فبتيجي في دماغ رايلي فكرة إنها تدور على عربية النقل علشان ترتب أوضتها. بتروح لأهلها وهي متحمسة، لكن العربية بتكون لسه ما وصلتش، ومع ذلك بتفضل مبسوطة وبتبدأ تلعب هوكي الجليد بعصاية مصنوعة من الورق. رايلي بتراوغ أبوها بمهارة، وبعد كده مامتها بتشارك في اللعبة، لكن العيلة بتتقاطع لما بيل بياخد مكالمة وبيسيب البيت. في الوقت ده الفرح بتطلع بفكرة علشان تخلي رايلي تاكل بيتزا. لما بتوصل لأقرب محل بيتزا رايلي بتكتشف إن كل البيتزا معمولة بالبروكلي، وده الأكل اللي هي بتكرهه أكتر حاجة. لما المشاعر بتحط الذكرى عن رحلة عائلية سعيدة، الحزن بتمسك الذكرى دي وبتخليها حزينة. بعد كده بيحطوا الذكرى على السكة الكبيرة ورايلي بتحزن تاني. الفرح بتلاحظ إن الحزن لمست الذكرى تاني وخلت الذكرى تقع على الأرض. المشاعر التانية بتشتكي من الوضع، والفرح بتحاول تحفزهم كلهم يشتغلوا في غرفة التحكم. مامة رايلي بتيجي بأخبار محزنة، وهي إن عربية النقل هتاخد شوية أيام تانية علشان توصل. في الوقت ده رايلي بتحس بغضب وخوف، لكن مامتها بتقول ان ضحكة بنتها هي الحاجة الوحيدة اللي مخلياهم لسه واقفين على رجلهم. علشان كده الفرحة بتقدر تتدخل في الكنترول وتخلي رايلي تبتسم. وبعدين كل المشاعر بتاخد راحة، وفرح بتشوف احلام رايلي. بس رايلي في الحلم ده بتوصل لبيتها الجديد اللي مليان اشباح، وبتشوف فار ودب بيقدموا لها بيتزا بالبروكلي. لما بتكتشف ان ده كابوس الفرح بتتدخل وبتحط ذكرى سعيدة لأسرة أندرسون وهم بيتزحلقوا على الجليد. وفي تاني يوم كل المشاعر بتكون في حالة استعداد علشان ده أول يوم لرايلي في المدرسة. قطار الأفكار بيظهر والغضب بيستعد ياخد الأفكار الحلوة بس، والحزن بتتحط جوه دايرة مش مسموح لها تخرج منها علشان ما تتدخلش في الذكريات. بعد ما خوف رايلي بيحط كل الحاجات اللي ممكن تحصل غلط خلال اليوم، بيكتشف إن واحدة منهم هتحصل في المدرسة. رايلي بتتعرف على مدرستها اللي بتجبرها تتكلم قدام الفصل كطالبة جديدة في المدرسة. رايلي بتتكلم عن قد إيه كانت حياتها كويسة في مينسوتا، وكانت العيلة بتلعب هوكي الجليد كل ويك اند وبيتبسطوا لحد ما انتقلوا لسان فرانسيسكو. في اللحظة دي رايلي بتبدأ تحس بالحزن، وكل المشاعر بتلاحظ ان الحزن لمست ذكرى تانية. لما يحاولوا يتصرفوا ويشيلوا الذكرى من المكان، رايلي بتعيط علشان الحزن تلعب في لوحة التحكم. ذكرى أساسية اللي هي من أهم الذكريات بتتحول للون الأزرق، وده معناه ان الذكرى دي بقت حزينة. الفرح بتحاول تصلح الذكرى لكن بتوقع كزكورة على الأرض، وفجأة الجزر بتتفصل عن عقلها. في نفس الوقت الحزن تلمس ذكرى تانية اللي بتمتصها الجنية الصغيرة. الاتنين بيحاولوا يمسكوا الذكريات لكن بيفشلوا، وبيتم سحبهم بره غرفة التحكم عن طريق أنبوبة. الثنائي بيتحرك بسرعة خلال الأنبوبة وبيوصلوا بسرعة لمكان مليان ذكريات مترتبة على رفوف كبيرة. الفرح بتلاحظ ان دي ذكريات التخزين الطويل، كمان كل الجزر مطفية. الحزن بتقول ان رايلي بقت من غير ذكرياتها الأساسية ومن غير الفرح في غرفة التحكم، فرايلي مش مبسوطة خالص. وأثناء العشاء جيل أندرسون اللي هي أم رايلي بتقول لها ان في فريق هوكي جليد في المدينة
المدينة، ورايلي ممكن تنضم للفريق وتلعب تاني. في اللحظة دي جوه عقل رايلي المشاعر اللي اسمها الاشمئزاز بتحاول تتدخل عشان تخلي رايلي سعيدة، لكن هي فضلت مكتئبة برضه. الأم بتحاول تتكلم معاها وتسألها عن المدرسة، وفي غرفة التحكم الخوف بيتولى الرد علشان رايلي تفضل حزينة. باباها كمان كان بيحاول يشجعها، لكن رايلي بتتوتر لما الغضب بياخد السيطرة على عقلها. تنبيه أحمر بيشتغل في غرفة التحكم، ورايلي بتدخل في نوبة غضب. باباها بيزعق فيها وبيقول لها إنها تطلع أوضتها. في نفس الوقت الفرح والحزن لازم يعدوا عن طريق كوبري ضيق، ما ينفعش يقعوا لأنهم هيتم نسيانهم للأبد. بيل بيروح أوضة بنته وبيحاول يعمل نكت، لكن رايلي بتكون مش مهتمة، وداخل عقلها جزيرة المرح بتبدأ تتهز. الحزن والفرح اللي كانوا قريبين بيجروا بسرعة عشان يتجنبوا الوقوع في الحطام. واحدة واحدة الجزيرة بتنهار لحد ما مفيش حاجة باقي. الفرح بتقرر تدور على طريق، لكن صاحبتها بتجادل لأنها ممكن تضيع، لأن الذكريات طويلة المدى محتلة رفوف ضخمة كون متاهات كبيرة لدرجة إن محدش يقدر يشوف نهايتها. الحزن جابت المعلومات دي من الكتيبات اللي قريتها، فهي عارفة الطريق للرجوع لغرفة التحكم، لكن هي مكتئبة لدرجة إنها مش قادرة تكمل المشي في الطريق. فالفرح الصغيرة بتبدأ تجرها بقوة، وفي الطريق بيقابلوا عمال معدنيين بيجمعوا ذكريات مش مهمة. رايلي بتكون غيرانة من صاحبتها لأن بنت جديدة انضمت لفريق الهوكي في مينوستا، وكمان رايلي الجديدة بتلعب بشكل كويس. بعد ما رايلي أنشن استلمت الأخبار دي، جزيرة الصداقة بتنهار في عقلها. بعد كده الفرح بتقابل فيه الوردي، حط ذكريات كتير في شنطة، وفي اللحظة اللي بتحاول تكلم معاه فيها الحيوان ده بيجري جوه المتاهة بتاعت الرفوف وبيحاول يستخبى ورا رفوف الذكريات، لكن الفرح الصغيرة بتنجح في إنها تلاقيه. المخلوق الغريب ده اسمه بينج بونج، وده الصديق الخيالي لرايلي. الفيل بيقول إنه مش متذكر رايلي من فترة طويلة، عشان كده الفرح بتقوله إنها هتستخدم ذكرى معاه لما ترجع لغرفة التحكم. الحيوان بيكون متأثر وبيبدأ يبكي والدموع بتقع من عينه. بعد شوية الفيل بيقول لهم إنه يعرف طريق مختصر لغرفة التحكم، وبيقرر إنه يرشد الثنائي المشاعري لهناك. في الحقيقة هو مش حيوان محدد، لأن جسمه بيحتوي على أجزاء من دولفين وديل قطة وأجزاء من فيل، ومكون من حلوى القط. بعدها الفيل بيقول لهم إنه يعرف طريق مختصر يوديهم لقطار الأفكار، لكن الحزن بتعتقد إن الطريق ده خطر جدا. رايلي بتاكل الغدا لوحدها في المدرسة، وفي عقلها العمال بيقفلوا باب الممر السري. بعد كده كل حاجة في الطريق المختصر بتبدأ تتحول لأشكال غريبة، وده بيخلي بينج بونج والمشاعر يتحولوا لأشكال هندسية، وأجزاء جسمهم بتتفكك زي الألعاب. حتى كده بيحاولوا يجروا، لكن المكان كله بيبقى ثنائي الأبعاد. لما المجموعة بتقدر تخرج من الممر السري، القطار بيكون لسه واقف، ومع ذلك في محطة تانية القطار هيتوقف فيها، بيبقى لازم يعدوا على أرض الخيال بسرعة علشان يلحقوا القطار. بيكون في غابة مليانة بطاطس مقلية ومدينة من الكؤوس والغيوم اللي بيستخدموها عشان يطيروا في الهواء. المجموعة بتعدي على نهر من الحمم البركانية وبتوصل لقلعة من الكوتشينة، وبيلاقوا هناك حبيب رايلي الخيالي. في نفس الوقت في سان فرانسيسكو رايلي بتستعد تلعب هوكي مع الفريق الجديد في المدينة، وفي عقلها المشاعر بتحس ان في خطر حقيقي ان جزيرة الهوكي تنهار هي كمان. علشان كده الخوف بيحاول يرجع بعض الذكريات الجيدة عن الرياضة عشان يشجع رايلي. خلال اللعبة رايلي بتبدأ تفقد السيطرة على الكرة وبتفشل في التصويب، ونتيجة كده جزيرة الهوكي بتتدمر تدريجيا في عقل رايلي. في العقل الباطن بتاعها الفرح ورفقها بيحاولوا يرجعوا ويلاحظوا ان كل حاجة بتتدمر من قبل العمال المعدنيين بما فيهم صاروخ بينج بونج. جرار بياخد حاجات كتير مع الصاروخ وبيوديها لقمامات الذكريات. الحطام بيترمي من فوق الهاوية قبل ما الفيل يقدر يسترجع حاجته. في الوقت ده الحزن بتلاحظ ان فيل حزين وبتحاول تهون عليه، وفعلا بينج بونج بيقوم وبيبدأ يشاور في اتجاه المحطة. قبل ما فرح تسأل ازاي الحزن قدرت تفرحه، المجموعة بتكتشف ان القطار موجود ومستنيهم بالفعل. في غرفة التحكم الخوف بيحاول يخرج من الأنبوبة اللي بتوصل الذكريات، لكن ما بيقدرش لان مفيش مشاعر ممكن تغادر العقل. الغضب بيجيله فكرة انه يخلي رايلي تهرب وترجع لمنسوتا لان هناك كانت احلى ذكرياتها. الخوف بيعتقد انهم لازم ينتظروا، لكن الغضب بيدعي ان كل الذكريات هتضيع لو ما تصرفوش بسرعة. في اللحظة دي القطار بيتوقف عن الحركة لان رايلي بدأت تنعس. في الوقت ده الفرحة بتعتقد انهم لازم يصحوها عن طريق الحلم، فالمجموعة بتتوجه لقطاع الأحلام وبتدخل واحدة من الأبواب اللي فيها ناس شغالة في غرفة تبديل الملابس. لما الحلم بيبدأ ممثلة بتلعب دور مدرسة رايلي وبتطلب منها انها تعرف نفسها للفصل. فجأة بقية الطلبة بيقولوا ان رايلي ما فيهاش سنان، وواحدة من العمال بيرمي أسنان على الكاميرا، وبعدين حد بيروح يقول ان رايلي مش لابسة هدوم، والكاميرا بتركز على رجليها اللي لابسة فيهم شرابات وبس. في اللحظة دي الفرح والحزن بيدخلوا الغرفة لابسين لبس كلب وبيبدأوا يعملوا صوت، لكن مع ذلك رايلي لسه نايمة. فبينج بونج بيرمي بالونات على المكان لكن مفيش فايدة. فجأة الزي بيبدأ يتقطع وإضاءة سقف المسرح بتقع، والنور بيسلط على الكلب اللي في نص جسمه منفصل، وده بيعمل مشهد مرعب لدرجة انه تقريبا بيصحي رايلي. واحد من اعضاء الطاقم
بينادي على البوليس وبيقول لهم ان في متطفلين في المكان. وفي اللحظه دي شرطي بيمسك بينج بونج اللي معاه الذكريات الاساسيه في شنطته. الفيل بيتاخد للعقل الباطن، المكان اللي بيتسجن فيه كل اللي بيعملوه مشاكل. الفرح والحزن بينجحوا انهم يدخلوا المكان وبيلاقوا اسوأ مخاوف رايلي زي البروكلي والسلالم اللي بتودي للبدروم والمكنسه بتاعت جدتها اللي كانت هتمسكهم، لكنهم بيقدروا يستخبوا. بعد كده بيلاقوا طريق مليان ورق حلويات والاثار دي بتوصلهم لبينج بونج اللي محبوس في سجن مصنوع من بالونات متلونه، لكن القفص متعلق في بطن مهرج عملاق نايم. الفرح بتطلع على جسم المهرج وبتاخد شنطه الذكريات الاساسيه، وبعدين بتحاول تحرر الفيل بهدوء عشان ما تصحيش الوحش العملاق. قبل ما يسيبوا المكان بيقرروا يخوفوا رايلي عشان تصحى. في الفرح بتروح للمهرج عشان تصحيه. المخلوق بيبدأ يتحرك بطريقة مرعبة وبيطارد ال3 صحاب في حلم من أحلام رايلي، وبيظهر في الحلم وده بيخلي رايلي تصحى بسرعة. في نفس اللحظة القطار بيرجع يتحرك فالمجموعة بتقدر تلحقه. في غرفة التحكم الغضب بيقرر يختبر فكرته وبيخلي رايلي تدور على تذاكر الأتوبيس عشان تهرب وترجع لمنسوتا. رايلي في الوقت ده بتدخل المطبخ وبتاخد كارت الفيزا بتاع مامتها اللي مشغولة بالموبايل، لكن فجأة مامتها بتلف بس رايلي بتكون هربت. في اللحظة دي في عقل رايلي جزيرة الصدق بتنهار وده بيخلي القطار يقع من على المنصة ويقرب من القاع. أول عربية في القطار بتبدأ تسحب باقي العربيات للقاع، لكن بعض العمال في الموقع بيقدروا ينقذوا الناس اللي جوه. في اللحظة دي الفرح بتكتشف إن رايلي قررت تهرب فكل الجزر بتبدأ تتدمر. عشان كده المجموعة لازم تجري على جزيرة العيلة لأنها الطريق الوحيد المتبقي للوصول لغرفة التحكم. الحزن بيعتقد إن الطريق الخطأ جدا لأن الطريق كمان على وشك الانهيار، لكن الفرح بتشوف إنهم ممكن يتسلقوا الأنبوبة بتاعة الذكريات فبتبدأ تجري هي والمجموعة هناك. بينما جزيرة العيلة بتنهار الفرح بتدخل الأنبوبة وبتلاحظ إن الحزن مش ممكن تيجي معاها لأن في احتمال إنها تلمس الذكريات الأساسية وتخليها حزينة، فبتقفل الأنبوبة وبتسيب الحزن وراها. لكن أثناء الرحلة قاعدة الأنبوبة بتتكسر نصين والفرح بتقع في القاع مع بينج بونج. في القاع الفرح بتلاقي نفسها في وسط ظلام شديد في مكان مليان بذكريات ممحية. بينج بونج بيدور على الفرح اللي بتلاحظ إن جسمه بيبدأ يتلاشى لأن رايلي بتنساه فدراعاته بتبدأ تختفي واحدة واحدة. الفيل بيلاقي الفرح وهي بتحاول تتسلق جبل الذكريات وبيقول لها انهم هما الاتنين هيتنسوا. قدام الموقف ده الفرح بتبدأ تبكي ولما تبص على واحدة من الذكريات بتدرك ان لما رايلي كانت حزينة عشان خسرت ماتش الهوكي اصحابها وعيلتها جم عشان يواسوها، فبتفهم ان الحزن مهم عشان الناس اللي بتحب رايلي يقدروا يساعدوها ترجع سعيدة تاني. الفرح بتفتكر صاروخ بينج بونج فبيبدأوا يغنوا سوا وبيلاقوا العربية بين الحطام. الفيل بيشغل الصاروخ وبيبدأوا يغنوا الأغنية، لكن في اللحظة اللي بيكونوا فيها على وشك الوصول لقمة الجبل الصاروخ بيخسر طاقته وبيقع على الأرض تاني. بس بينج بونج مش بيستسلم وبيشجع الفرح انها تحاول تاني. المرة دي وهو في وسط الطيران بينج بونج بينط بره الصاروخ علشان يخفف الوزن وده بيخلي الفرح توصل لقمة. لما الفرح بتوصل لفوق بتبص وبتلاقي بينج بونج متأخر وراها وهو بيودعها وبيختفي من عقل رايلي. في البيت أهل رايلي بيدوروا عليها ومامتها بتقرر تتصل بيها لكن رايلي بترفض ترد وجزيرة العيلة بتنهار كمان. الفرح بتلاقي الحزن اللي بيحاول يهرب منها بأي طريقة. الحزن بيفضل يجري وبيقفز على سحاب عشان يهرب في الهواء وبينزل دموع كتيرة على الأرض. الفرح بتفضل واقفة تتفرج عليه وهو ماشي بعيد. في غرفة التحكم لوحة التحكم بتتوقف عن العمل وبتبدأ تضلم وكل المشاعر بتلاحظ ان مشاعر رايلي مش شغالة خالص. الفرح بتلاقي حبيب رايلي الخيالي وبتخلق منه نسخ كتير من المصنع الموجود في المكان، بتجمعهم في الشنطة السحرية وبتستخدم فقاعة هواء وبتخلي الهواء يدفع الحزن بعيد. الفرح بتطلع على البرج المصنوع من حبايب رايلي الخياليين وبتطلع على القمة وبتنط في القاع. في اللحظة دي الحزن كان على سحابة في السماء وبتستنى الفرح وبعدين بتقدر تلحقها وبتمسكها قبل ما تقع. وبكده هما الاتنين بيتجهوا لجهاز التحكم لكن بيخبطوا في زجاج وبيقعوا تاني للقاع، بس الحزن بيقدر يمسك الفرح عشان ما تقعش. في غرفة التحكم الغضب بيدخل في معركة مع الحزن وبيصير مشاعر الخوف وبتبدأ الأوضاع تبقى مشوشة. الفرح بتقول إنهم محتاجين للحزن عشان يرجعوا الوضع لطبيعته. الحزن بتمسك بالأزرار ولما بتلمسها اللوحة بتبدأ ترجع للحياة تاني. رايلي بتفكر ترجع للبيت. الفرح بتسمح للحزن إنه يلمس الذكريات الأساسية والذكريات دي بتتحول للأزرق واللي هو اللون الحزين. لما بتقابل عيلتها تاني رايلي بتبدأ تبكي وبتقول لأهلها إنها عايزة ترجع لمنستا لأنها مش حاسة بالراحة هنا. العيلة بتحتضنها وذكرياتها
بتبدأ ترجع لعقلها وجزيرة العيلة بتتجدد، وبعدين لوحة التحكم بتتجدد مع زر جديد اسمه سن الشباب مع قائمة طويلة من الكلمات الجديدة اللي الغضب هيستخدمها. رايلي بترجع تلعب هوكي، وفي لحظة وقبل ما تدخل الملعب بتقابل ولد وبتحرج نفسها. فايه رأيكم في الفيلم ده؟ ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك عشان تشوف ملخصات افلام اكتر. اشوفكم المرة الجاية.